صباح الخير، السلام عليكم. اليوم كان يوم العيد وزيد معيرة بدشداشة. زيد احنا طالعين معزومين على زي هيك مزرعة هيك وإشي نروح عليها. دانا ولياندهم يجوا، محمد بالشغل وأحمد بدوش يجي وزيد بدوش يجي لأنه قال في مباراة بصراحة ملاكمة. زي ملاكمة ولا شو؟ راين غارسيا versus بده يتفرج عليها، قال لأنه بخاف تروح عليه عشان هيك بدوش يجي معانا. فبده يضل عشان يحضر المباراة اللي هاي. فأنا هلأ طالعة وبصور لكم يلا، وبصور لكم المزرعة هلأ وكل إشي، وعيد مبارك تاني يوم، لساتنا عيد معيدين وضلكم كله معمول. I thought he wanted to come to the thing. Yeah, what's it called? Rami. مزرعة. He's gonna come watch the fight today. طب يلا اوكي So مع Baba السلامة. can. Yeah, Zaid I have a already gave me question. the bad news about buying it. Yeah. Then you did ask. So can we? مسح جوخ لأبوهم عشان You guys smell good. You guys look nice. شكرا. Yes, thank you. مسح جوخ مسح يلا يا أبو، مسح we have to جوخ. go. I'm طيب ready يلا waiting نروح. here. يلا مع Um, السلامة. خلص مع السلامة. خلص يا مع أبو. السلامة. I'm You trying to said catch yes. you up. I'm trying to think of everything to talk about. وبلش المشوار تقريبا ساعة و10 دقايق رح نسوق. بدنا نوقف على كزية، فهذه الكزية صغيرة شحطة. هذه كل البلد هذه هيك، هذه كلها كل هذه البلد بتبلش من هذا وبتروح لهذه. كل هذه البلد كزية. لازم يسموهم كزيات بطل. لا استراحة لازم إيه طلع. وقفة استراحة. كم شو اسمه ما شاء الله عليه. وهديك لا لسه في هناك كمان قسم ابصر شو هذاك للتركات، وبعدين الايثانول. غاز بنزين الايثانول بيكون مخلوط بين الانلد فهمت مزبوط. الايثانول من الذرة بسووه. لا أول مرة، هاي معلومة جديدة. ها تحكوا ليش؟ والله إني ما كنت أعرف. طيب اللي بيعترف يعني إنه بيعرفش الإشي كويس يعني. هاي بدنا نعبي بنزين وفرجيكوا هلا. ليان بتقنع في أبوها تروح تخش على المحل وتتبضع. بقولها ما إحنا رايحين ناكل. تقنع فيه تنزل على المحل. زي ما انتم شايفين لسه بنخرط في هالطريق. البنات عاودوا جابوا مش عارفه بوصه وقهوه اللي هو هينا بنخرط لسه في هالطريق. ان شاء الله خير. هي طلع ما شاء الله مزرعه. طلع ما شاء الله مزرعه عجول. ما شاء الله مزرعه عجول محلاها. انا بحب هيك اشوف حوالي. تخيل لو نشتري لنا دار هيك يكون عندنا حوالينا مزرعه هيك بجنن. You're welcome, Neil. Is there anything else that I can help you with today? No, ma'am. That's gonna be all. Thank you. All right, you're welcome. Have a great one. You too. Thank you. Bye. هيك وصلنا لمزرعة The Apple of Sham، يعني تفاحة الشام. وهينا وصلنا الرانش يا جماعة الخير، تبعت زميلنا وصديقنا السيد أبو عمر تبارك الرحمن. طلع العالم، طلع السيارات وين واصلة ما شاء الله. لازم أهل هيوستن يعرفوا عنها أكثر على فكرة. طبعا لازم أهل هيوستن بدنا ننشرها للعالم كله. ما شاء الله عاملين مهرجان للعيد إشي لك كتير حلو. ما شاء الله هالشجر. هاي هناك بيركبوا على خيول هذيك المنطقة شايفين. ما شاء الله طلع. المدخل تبعها كتير جميل، حاطين طبعا إعلام الدول طبعا أكيد، وكان علم فلسطين من بينهم وكل واحد دور على علم دولته ويتفرج. بصراحة حسيت بجو عائلي في المزرعة تبعتهم، تعطيك شعور جميل سبحان الله. طبعا احنا هون رايحين نصف السيارة لجوا، يعني ما اضطريناش نمشي كتير.
أول الفعاليات هذول الأولاد بتسابقوا هون في هاي المنطقة، بيجوا فيها ما شاء الله. وطلعوا على التلال وبصرشوا. لو اجى حبيبي زيد كان انبسط، بس زيد ولا قبل عشان المباراة هذه اللي بصر عندهم. واحلى هذه بتصوروا بيجوا فيها هون وبقعدوا. ناس كثير على فكرة بتأجروها على المزرعة هون لحفلات وأعراس وإشي، وبيعملوا هون الحفلات والأعراس. كاين رحمة أبوه لصاحب المزرعة اللي هو أبو عمر، كاين دائما أبوه يتغزل بأمه يحكوا لها خدودك زي تفاح الشام. تفاح الشام بنسميها تفاح الشام المزرعة على اسم والدته. وسبحان الله أنا بحب الأسماء اللي بتكون مربوطة بعلاقة شغلات عائلية، يعني إلها يعني معنى يعني. وهي تفاح الشام إلها علاقة في والدته لأبو عمر اللي هو صاحب المزرعة. هو طبعا صديق لإلنا، يعني جينا على مزرعته أكثر من مرة، وبنمي فيها وبطور فيها شوي شوي لأهل يعني المناطق القريبة علينا اللي في هيوستن وكيتي وكل هدول كتير قريبة عليكم يعني. بيلعبوا الأولاد ملان. هناك في بحيرة بدروا عليها هلا، بس شوي بنزل غدا على البحيرة. هي أجوا البنات. هي علمنا فلسطين. حاطين غادي كمان واحد هناك. هاي جايز، أهلين. هاي ماما. وهون في مزرعة حيوانات طلعوا كلها انيمالز، خرفان وابصر ايش. بروحي الولاد يتفرجوا. صاحب المزرعة هون هي أبو عمر. عيد مبارك إن شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ كل سنة وسلمي. ما شاء الله بتجنن ما شاء الله. احكي لكل الجاليه الاسلاميه والعربيه كل عام وانتم بخير، وشرفتونا بالابل اوف شام، تفاح الشام، وان شاء الله يكون المشروع لسه بدايته، والنهايه راح تكون لسه بوجودكم، راح تكون من اجمل المزارع. بعيد ما صورتك خفيف. اللي انحطت في الولايات المتحدة الأمريكية. المشروع راح يكون تعليمي ثقافي وإسلامي ولجميع الديانات، ما راح نفرق بيناتهم. الكل ما داموا من عندنا بمناطقنا راح يحس إنه ببيته وفي مزرعته ويكون تاج على راسنا. الله يسلم راسك حبيبي. الله يسعدك على نسبتي. طبعا كل هدول واقفين على الدور عشان بيركبوا في السيارة هاي وبيطلعوا فيهم بيعملوا زي التحفير وبصر شو. طبعا بتخوف، فأنا أكيد ما جربتش، رحت معهم بالمرة يعني مستحيل. انطلق. روحت البلاد، شايفين التحفير والغبرة. طبعا وأكيد جابوا الخيول وكتير حبوا أخذوا دورية، يعني ركبوا خيول. وهون حتى كان يرقص بالخيل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بجنن حلو كتير الخيل ما شاء الله تبعه. وجابوا حطوا يستريح جنبنا هون. أنا مش خفيت يعني، قرب علينا هيك كتير، فكرته بالأول بده كأنه يطعميه أو إشي بده يريحه، بس أجوا هيك وقفوا إياه شوي. وفي أولاد صغار كانوا يعني أطفال يعني عمرهم 2 و3 خلوهم يركبوا. طبعا ما صورتهم مش للخصوصية يعني عشان هيك. وهي صفوا التركات كلياتهم هون، وهلا باذن الله تعالى رايحين على البيت. ونراكم في المرات القادمه. اهل هيوستن يعني لازم تيجوا على هاي المزرعه، خصوصا الاولاد اللي بيحبوا هيك شغلات وركوب خيل ومركوب خيل وشكل هدول بس بسكليتات ولا شو بسموهم الموتور سايكلز. كثير بنبسطوا، جو عائلي بجنن هون، حلو كثير. هلا بفرجيكم احنا طالعين ما شاء الله قديش في ناس عن جد بجنن. احلى العربية هذه، كيف عليها عربية الامارات. كيف على النخل، على كل نخلة حاطين ضوء ان شاء الله. طلعوا كيف الناس لسه ما شاء الله.
روحنا محسوبتكم 100 جوع. الساعة تقريبا 12 ولا 12 كنت والله ما انا شايفة. لا الحمد لله 11 بدي اقول لكم الساعة 12 بس لا الحمد لله رب العالمين طلعت الساعة بدري يعني ما صرناش نص ليل. فقررت اني بدي اكل اشي، لازم اعمل اكل. بديش احكي لكم شو بدي اكل بلا تقعدوا تضحكوا هلا، لاني يعني او باكلش خبز وبدي اكل اشي. فقررت اني اشوي هيك شقفة دجاج على النار هيك بسرعة واكل. سامعين فوق المباراة اللي بيحضروا فيها اللي زيد ما راحش معنا عشانها، بدي اخذكم فوق تطلعوا اطلعكم. هاي بدي مهم. ابوهم اول ما جا بسرعة طلع عندهم فوق. يما كان تعرقلت في العباء، خرج عشان بتعرقل في العباء. استنوا طبعا. وعرفت بعديها انه زيد كتير معصب لانه فريقه خسر وفريق محمد ربح. كتير سألوا عنك كل الناس. خسر. شايف لو انك رحت معانا عصب زي تحكوش معاه. خسر اللي بشجعه وهذا بضحك كسب. يما فيش تكسير صح؟ ما كسرتوش ولا اشي وانتو كسر زيد اشي؟ كسر اشي؟ شو كسر؟ كان كسر الطاولة كسرها؟ معصب عشان خسر.